السلام عليكم. شو الصوم بدون عجين؟ جربيهم وغيوليو معتمدين عندك. هاد الوصفة تنفعك للغدا للعشاء وحتى لفطور رمضان. عامرة خضار وفيها بروتينات وبدون عجين ولا طحين. سجلي الوصفة عندك وصيفطيها لصاحبتك اللي ما عندهاش مع العجينة. غنحتاجو خضار على حسب المتوفر عندك. هنا استعملت البصلة، فلفلة خضراء، فلفلة حمراء، الكورجيت وشوية د الشامبينيون. درتهم مع زيت الزيتون في المقلة وزدت عليهم شوية ديال الثومة، شوية السكينجبير، البابريكا، الملحة، البزار، زدت حتى شوية د القزبور اليابس والأعشاب المنسمة، وغطيتهم وخليتهم يطيبوا مزيان حتى ينشفوا من الماء تماما. ضروري ينشفوا من الماء. من بعد زدت عليهم شوية د القزبور المعدنوس مقطعين، عصير نص حامضة. خلطت كلشي مزيان وخليتهم يبردوا. من بعد غادي ندوز للدجاج. عندي هنا صدر ديال الدجاج مطحون، زدت عليه البصلة، قزبور ومعدنوس، الروز طايب والعطرية وطبعا الثومة. خلطت كلشي مزيان ومن بعد درت كويرات، كل كويره الوزن ديالها 100 غرام. خديت واحد القطعه ديال بابي كويسون دهنتها بشويه الزيت وغنسرح هذوك الكويرات على هذا الشكل. وغادي ناخذ هذيك الحشوه اللي بردات، غندير واحد الكميه ونزيد عليها شويه د الجبن. استعملت جبن الشيدر هنايا وغادي نسدها بهذه الطريقه. ورقه كتكون صغيره باش تجيني الخدمه فيها سهله. كنسدهم مزيان مزيان على هذا الشكل وكنقلبها بكل سهوله. وكنستفهم في لاطه الفران فيها بابي كويسون ونبقى مستمره على هذا الشكل حتى نكمل الكويرات اللي عندي كاملين. وغادي ندخلهم الفران على درجه حراره 200 تقريبا 18 حتى ل 20 دقيقه. شوفوا ما شاء الله الشكل ديالهم شحال كيشهي. هنا طابوا ولكن بانوا لي بحال خاصهم شويه يتحمروا. ودخلتهم الفران على 220 درجه تقريبا واحد 5 دقائق. من بعد قدمتهم مع شويه د الرز مسلوق. وهنايا درت شويه ديال الجرجير، شويه ديال لي طوماط سوريز، وستفت لي شوصون ديالي على هذا الشكل. عرفتي جا فيهم واحد المذاق رائع، عامرين بالخضار وعامرين بالبروتين. الا راجلك ولا ولدك كيدير سبور غيكون راضي عليك بهاد لي شوصون هادو. وطبعا ما فيهم لا عجينه لا ورقه البصيله لا والو، طيبين في الفران ما مقليينش، صحيين 100%. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا تغدى.